كنت بعيش حياة هادية، حياة كلها سعادة وهدوء وانسجام. لكن فجأة اتغيرت كل حياتي، بقت جحيم لا يطاق. وكان السبب أنا اسمي اسمت، بنت مصرية بسيطة جدا، مع إني اتولدت لأسرة غنية. كنت بعيش في فيلا في حي المعادي، أنا وبابا وماما. كانت حياة جميلة، كانت كل طلباتي مجابة وعلى طول بتتنفذ من غير أي مناقشة. وده طبعا لأني كنت بنتهم الوحيدة، عشان كده كنت أهم وأغلى حاجة في حياتهم. مش هقدر أوصف الحياة اللي كنت بعيشها من اليوم اللي اتولدت فيه، لأنها ببساطة كانت حياة الأميرات. كل حاجة بتمناها أو حتى أفكر فيها كنت بلاقيها قدام عيني. كنت أنا حياتهم وكل دنيتهم. علشان كده كنت بعيش الحياة اللي أي حد يتمنى إنه يعيشها. لما كبرت دخلت الجامعة الأمريكية عشان أدرس فيها. رغم تفوقي وحصولي على مجموع كان ممكن أدخل بيه أي جامعة حكومية، لكن ده كان عيب، ما يصحش. إزاي بنت الحسب والنسب تدرس في جامعة حكومية اللي بيدرس فيها كل أطياف الشعب؟ وقتها كانت وجهة نظر بابا وماما إني لازم أكمل تعليمي في الجامعة الأمريكية، لأن أكيد كل الطلبة هناك في نفس مستواي الاجتماعي والثقافي. ده غير طبعا إنهم أكيد خريجين مدارس انترناشونال زي المدرسة اللي أنا اتخرجت منها. المهم قدمت أوراقي وبدأت الدراسة في أرقى وأعرق جامعات مصر، الجامعة الأمريكية. هناك في الجامعة بدأت أعيش حياة جديدة تختلف شكلا وموضوعا عن حياتي اللي فاتت، لأني وقتها حسيت إني كبرت، حسيت إني بقيت تقريبا مسؤولة عن نفسي. عشان كده بدأت حياة الانطلاق، حياة أولاد الطبقة الراقية. رحلات مع الطلبة زمايلي، حفلات وسهر، طبعا كل ده تحت إشراف بابا وماما. كانوا فعلا مديني مطلق الحرية عشان أعيش حياتي، لكن ده كان بحدود وتحت عينيهم، وكانوا بيعرفوا عني كل كبيرة وصغيرة. والصراحة أنا كنت مش بخبي عنهم أي حاجة في حياتي، حتى كانوا بيعرفوا كل أصحابي بالاسم، وكانوا يعرفوا رايحة فين وجاية منين. وتمر الأيام بيا وأنا في الجامعة. طبعا كان المفروض يكون ليا صاحبة أنتيم تشاركني كل حياتي وتعرف عني وأعرف عنها كل حاجة، حاجة كده زي أختي اللي اتحرمت منها وفشلت أمي إنها تجيبها لي عشان تشاركني حياتي، أحكي لها وتحكي لي. يعني بقى أكيد كلنا عارفين حكايات البنات. علشان كده بسرعة اتعرفت على جين، كانت بنت أمريكية عايشة في مصر مع أسرتها لظروف والدها في السفارة الأمريكية. عشان كده كانت بتدرس معايا في نفس الجامعة، وبسبب إقامتها الطويلة في مصر كانت بتعرف تتكلم عربي كويس جدا، لكن للأسف زي ما بيقولوا عربي مكسر. ومع الوقت بقت جين صاحبتي الأنتيم بالظبط كده، بقت زي ضلي. كان استحالة نفارق بعض إلا وقت النوم، محاضرات ورحلات وحفلات وخروجات مع بعض. ما اقدرش انكر ان في البيت عندي كانوا في الاول رافضين الصداقة دي. عشان كده كان بابا دايما بيقول لي يا اسمت من فضلك بلاش جين، دي مختلفة عنك في كل حاجة، دي من ثقافة تانية خالص، مختلفة عن ثقافتنا وكمان عن عاداتنا وتقاليدنا. وكانت ماما بتكمل كلامه يا بنتي يا بنتي دي أمريكية، يعني أكيد متحررة زي المجتمع اللي جاية منه، يعني خلاص الدنيا ضاقت بيكي وما لقيتيش بنت غير دي تصاحبيها؟ ما الجامعة مليانة بنات من بلدك من دينك وبتتكلم لغتك ونفس عاداتنا وتقاليدنا، اشمعنى دي يعني؟ كنت برد بكل أدب وأنا بحاول أقنعهم جين بنت كويسة خالص، أدب وأخلاق، واتطبعت بطبعنا، مش علشان بنت أمريكية تبقى متحررة وما عندهاش أخلاق. صدقني يا بابا، صدقيني يا ماما، جين بنت قمة في الاحترام، ده غير اني اتعودت عليها وعلى صداقتها. ويا ريت ما تنسوش مركز والدها في السفارة، يعني اكيد بتراعي في تصرفاتها مركزه، وعمرها ما هتتصرف بطريقة ممكن تسبب له مشاكل او احراج. طبعا في الوقت ده كان مستحيل انهم يقتنعوا بكلامي، لكن مع مرور الايام وبعد ما تعرفوا على جين وعرفوها كويس حبوها هم كمان، واعتبروها زي بالظبط زي بنتهم يعني.
لغاية هنا وكانت حياتي ماشية بشكل طبيعي جدا، وكنت بعيش أسعد أيام حياتي لغاية ما بعتلي القدر رامي. فجأة كده بدون أي مقدمات لقيته في سكتي. كان زميلي في الجامعة، شاب في منتهى الوسامة، جنب معنى كلمة جان. يمكن كان من أوسم شباب الجامعة، عشان كده كانت كل البنات زمايلنا بتحاول تكلمه أو تعمل علاقة من أي نوع، صداقة، زمالة. لكن معرفش ايه اللي خلاه يختارني أنا من بين كل بنات الجامعة الأمريكية. مقدرش أنكر إن كان في بنات أجمل مني بكتير ومن مستوى أعلى من مستواي الاجتماعي، لكن هو اختارني أنا. اختارني عشان تبدأ معاناتي أو مأساتي اللي كانت أول خطوة ليا في دوامة الرعب اللي عشتها. هي أول خطوة مشيتها مع رامي. في البداية كنت رافضة حكاية إني أدخل في علاقة عاطفية مع أي شاب من زمايلنا في الكلية. مقدرش أنكر إن كان ليا أصدقاء كتير شباب، لكن مجرد صداقة أو زمالة، شباب طلبة في جامعة واحدة. لكن حكاية الحب والحكايات دي كنت مأجلها لغاية ما اتخرج واقدر بعد كده احدد مستقبلي وكمان اختار شريك حياتي بكل عناية. لكن في الوقت نفسه كان استحالة عليا اني ارفض حب شاب زيه، زي رامي اللي كان فيه مواصفات فارس احلام اي بنت. ومش في الجامعة بس، اي بنت بتعيش معانا على سطح الكوكب. عشان كده بدأت حكايتي مع رامي. وطبعا كان القاسم المشترك بينا جين الأمريكية، اللي كانت تعتبر صاحبتي الانتيم، اللي كانت زي ضلي زي ما قلت قبل كده. وقتها كنت بحس ان جين بتغير مني بسبب رامي. كان عندي احساس او شعور انها مستكترة عليا، مش عارفة ليه الاحساس ده. يمكن عشان كانت دايما بتقولي خلي بالك من رامي يا اسمت، ده شاب كل البنات بتجري وراه، ممكن تكوني انتي بالنسبة له مجرد رغبة صعبة المنال. قصدي يعني فترة وتعدي. لما كنت برد على كلامها ده واقول لها ليه بتقولي كده يا جين وانتي عارفة اني بحبه، كان ردها دايما عليا انا خايفة عليكي من رامي. يمكن اللي لفت انتباهه ليكي انك كنتي رافضة الدخول في اي علاقة خارج الزمالة. قصدي يعني كنتي بالنسبة له السهل الممتنع. لكن يجي اليوم اللي يثبت رامي فيه العكس. في اليوم ده طلب مني انه يخطبني رسمي من اهلي. كان اجمل كلام اسمعه في حياتي وهو بيقولي بقولك ايه يا اسمت، احنا خلاص كلها سنة ونتخرج ونبدأ تكوين مستقبلنا، والصراحة كده انا مش شايف مستقبلي من غيرك. عشان كده قررت انا واسرتي زيارة اسرتك واعلان خطوبتنا رسمي. ده طبعا بعد موافقة والدك. قلتي ايه؟ طبعا وقتها كنت مش قادرة اخد نفسي من الفرحة اللي كنت بحس بيها. وكان ردي عليه انت بتقول ايه بس؟ طبعا موافقة، واكيد اهلي هيوافقوا عليك، استحالة يعني يرفضوا جان الجامعة ابن الحسب والنسب. لما تسمع جين حكاية خطوبتي من رامي كنت مستغربة من رد فعلها. كانت رافضة حكاية الخطوبة دي من اساسه. واستغربت اكتر لما قالت لي شوفي اسمت، انتي ما تنفعيش رامي، ده انسان وصولي، ده كل يوم مع بنت. صدقيني حكاية خطوبتك منه دي هتكون تجربة فاشلة وهتتحسب عليكي خطوبة، فبلاش احسن. كنت في قمة اندهاشي من كلامها ده ورفضها الغريب لارتباطي برامي وهجومها اللي كان ملوش اي تبرير على رامي. لكن رغم كده جه رامي عندنا البيت هو واسرته، وبعد كده تمت خطوبتنا في فرح عائلي في فيلتنا. في الوقت ده كنت حاسة بمنتهى السعادة، سعادة اكيد استحالة ممكن اني احس بيها في يوم من الايام الا بسبب خطوبتي من فارس احلام بنات الجامعة كلها. لكن انا اللي في النهاية فزت بيه بقلبه وفضلني على كل البنات. وتمر الايام بسرعة وانا حاسة اني بعيش حلم جميل مع رامي. كنت خايفة اصحى منه. طبعا كان القاسم المشترك في حياتي مع رامي جين الامريكية اللي كانت مش بتفارقنا ودايما كانت